نروح للحاجة اللي كنا بنتميز بيها جدا، ويعني نتمنى ان ما نقولش كنا، نفضل ما زلنا على طول. مصر فيها اشهر ورش لصناعة الاساس في الشرق الاوسط كله، بنصدر يعني الاساس الدمياطي ده معروف، الموديلات بيتم تصديرها لدول اوروبية غير دول الخليج. لكن هل من الممكن ان ده يتأثر والمكانة اللي احنا محتلينها يتم هزها يعني من خلال الاساس الصيني اللي بدأ ينتشر في مناطق كتيرة حتى جوه مصر، في المناصرة اللي هي اكتر مكان الواحد يروح يشتري فيه الاساس وسعره يعني في متناول الجميع؟ لكن المشكلة ان الاساس الصيني ده بينافس بنفس الطريقة والمنهج اللي بينافس بيها الصيني في اي حاجة. الشكل حلو، ارخص، لكن مدته او عمره بيعيش ازاي؟ يعني العفش الدمياطي ده معروف يعني تاخده وتقعد سنين بيه، لكن الاساس الصيني ده هينافسنا جوه مصر وممكن كمان ينافس صادراتنا للدول الاوروبيه ودول الخليج. خلونا نعرف التفاصيل مع زميلتنا سارة حسين. سوق المنصرة مكان يعد من أشهر مناطق صناعة وبيع الأثاث في مصر على اختلاف أشكاله. لديه من العمال وفنيين إنتاج الأثاث الأجود والأكفأ، ولكن ظاهرة جديدة طرأت عليه أصابته بحالة من الشلل والركود، وهي الأثاث الصيني. مجموعة من الطاولات والكراسي، أحيانا غرف كاملة كتب عليها صنع في الصين. أغرت بعض التجار فكانت بضاعتهم الوحيدة، وبعض آخر يبيعونها إلى جانب الأثاث المصري. أسباب كثيرة دفعتهم إلى هذا التغيير. هو والله الشغل الصيني الفينش بتاعه صح، احنا كفي مصر ما بنقدرش نفنش التشطيب التفنيش الأجنبي. الصيني غزت المنتج المصري. هم سابقين وبينزلوا حتى بيعملوا دراسات هنا كمان، يشوفوا احنا عايزين ايه وبيعملوه. حاجات معينة اللي شغالة مش كل حاجة، يعني مثلا زي الجزامات، ترابيزات التلفزيون، ترابيزة تندريل، الديكورات بس، لكن بالنسبة لأوض النوم والسفر والكلام ده لا. تجار آخرون ارتأوا في هذا الغزو الصيني الشكل الجميل فقط مع افتقاره الجودة والمتانة، ومع ذلك فقد أثر عليهم إلى حد ما من حيث قلة الطلب وتسريح العمال، والذي أرجعوه إلى انخفاض سعر المنتج الصيني عن المصري. بالنسبة للصيني شغل تقفيل مسمار وخشب MDF كله اللي هو الكرتون أو معنى صح ورق الزبالة، واخد بال حضرتك، ما بيتجمعش. فهو النهارده اللي بيستخدم بالنسبه للزبون بينزل يستخدم الصيني ويعرف شكله الصيني، ما برضاش ياخده تاني، يقول لك لا. لو اوضه مثلا مصري تعمل لها مثلا 7-8,000 جنيه، في الصيني تعمل لها بتاع 3-4,000 جنيه، الضعف يعتبر. بس معلش يعني هو في مثل بيقول ان الغالي ثمنه فيه. انا عندي حوالي 4 صناعيه ما بيشتغلوش، وكنا بنطلع مثلا 50 كرسي في الاسبوع، بنطلع دلوقتي 10-12. اما المستهلكين فاجمعوا على المصري نظرا لجوده الاخشاب المصريه المعروفه، والتي يعتمدوا عليها لثقتهم في بقائها معهم بحال جيد لفترات طويله. بختار خشب ضامنه ان هو يعيش معايا، عامل يعيش معايا فتره طويله، لكن الصيني منظر بس مش هلاقي خشب جوه. عفشنا لا يعلى عليه طبعا، وخشبنا لا يعلى عليه، فما اعرفش الصيني ده، انا ما بحاولش اجربه ولا حتى افكر فيه. هو اشكاله حلوه، لكن العفش المصري اكيد ان خشبه احلى، وكفايه ان هو صناعه مصريه، واحنا لازم نشجع الصناعه المصريه. يعني يذكر ان مصر تمتلك قاعده صناعيه قويه في مجال الاثاث، فالاستثمارات الموظفة في صناعة الأثاث تتجاوز 5.3 مليار جنيه، ترتكز معظمها في مدينة دمياط، كما يبلغ العاملون بهذه الصناعة حوالي 43,000 عامل. على الرغم من الغزو الصيني للأثاث والذي استسلم له بعض التجار نظرا لشكله الجذاب وسهولة تداوله، إلا أن المستهلك ما زال يفضل صناعة بلده التي لم تجد منافسا حتى الآن من حيث الجودة والصلابة، ليرفع شعار نعم للأثاث الجيد لا للمستورد حتى لو كان سعره أقل. سارة حسين، الحياة اليوم.